الشعب اللبناني العزيز، أنا لا أخدعكم، أنا رجل واقعي لدي علاقات واسعة ومعرفة ومن كل العالم، لا تستهينوا وتستخفوا بما سأقوله. لبنان أولا كدولة انتهت فرصة التي أتيحت لحزب الله البقاء به كفصيل مسلح يستطيع أن يتحرك ضمن المنطقة الإقليمية ويهدد. هذا الموضوع انتهى. هناك دراسة قالوا بأن الطائفة السنية الكريمة في لبنان ليس لديها أي مشاكل أو أي انطباعات خارج الإطار المطلوب للدولة. الطائفة السنية المسيحية أيضا، الدرزية أيضا. بقي الطائفة الشيعية التي أخذها المرحوم السيد حسن نصر الله إلى التهلكة وأخذها رهينة بقوة السلاح وبقوة الارتباط بإيران. والله لو أردنا أن نفتح منبر حتى لو بالعربية ونسمح بالاتصالات للداخل اللبناني للبيئة اللبناني فقط أنا أستمع، لسمعنا الرأي الحقيقي لهؤلاء، ولكن هؤلاء لا صوت لهم. وأنا هنا أمثلهم وأمثل العراق وأمثل اليمن وأمثل هؤلاء الذين بالتغيير. على فكرة رصدنا بعض الأصوات من الداخل اللبناني وكانت هناك فيديوهات في مختلف النشرات ورصدنا هذه الأصوات. نعم، ويحتاجون إلى منصة خاصة لأن هناك مشكلة ليس لديهم. أنا بالوقت الذي أرى إيران تؤسس وتطلق فضائيات كلها فضائية إلى الخليج، فضائية إلى الدول العربية، واليوم فضائية إلى المغرب العربي، وأيضا تشتري الإعلاميين وتوجه، لأن إيران لديها هدف مهم بموضوع الخطاب والتحريض وتعطي الخطاب العربي المعين. نعم. وفيه كما نقول دس السم في العسل. ولذلك أنا أطالب من هنا وإن شاء الله نستطيع أن نؤسس هذه القناة لكي تكون هي منصة للشيعة الذين نريد نحن أن نعطي لهم الواقع والحقيقة ونكشف لهم زيف كل هذه البروباغندا التي مارستها إيران ومن معها. وأيضا نريد أن نتوجه الآن بكل صدق إلى كل الشعب اللبناني. أيها الشعب اللبناني، لا تستمعوا إلى أي محلل، لا تأخذوا من أي مستشار، انسوا ما تقوله الدولة اللبنانية. معقول؟ اسمعوا مني وخذوا عني وسجلوا علي. الوقت الذي كانت تأتي كل البعثات والمبعوثين الدبلوماسية والسياسية والتعاطي من سنة، الوقت انتهى وأخذ القرار بالتالي. فلا أحد يطالب 1701، هذا أصلا مات ولا يمكن لإسرائيل أن تقبل به أبدا. الأمر الثاني، لا تقولوا بأن يمكن أن نصل إلى هدنة ويمكن أن نتفق ويمكن أن يوقف حزب الله، لا أبدا، هذا الكلام انتهى. الموضوع أكبر، لأنه كان من قبل، وكذلك وزير الخارجية الذي كذبته وزارة الخارجية الأمريكية بأن السيد حسن نصر الله وافق بأن يوقف النار، وهذا غير صحيح. والدليل ما قاله السيد الخامنئي اليوم، كذب الوزير أبو حبيب وقال لا استمروا وأنتم هذا بالدليل. الأمر الرابع، سأقول لكم ماذا يحصل وأنا على الشاشة من قلبي إلى قلبكم وليس من لساني إلى أذنكم. اليوم هكذا سيحصل ولكن في مراحل. أولا تم عملية عسكرية محدودة، والمقصود أن تكون محدودة. الأمر الثاني، تم استهداف وما زال وسيستمر، ولكن هذا الاستهداف سوف يتوسع. سيكون هناك استهداف لكل ما هو مرتبط بحزب الله، استهداف لشخصيات سياسية، استهداف لشخصيات مالية، استهداف لشخصيات في حزب الله إعلامية ومؤثرة، استهداف لشخصيات مؤثرة على مستوى التحليل السياسي ومحرضة. ولا أريد أن أكمل لأن خلينا هذا الموضوع يتحقق وسيرى. الأمر الآخر بأن حلقة الاستهدافات لن تكون بأن قصف للأسف في الضاحية مبنى أو مبنيين. إلى الآن
وهذا ليس من باب الحرب النفسية، والله إني صادق وأعلم، من الآن سيتم استعمال قنابل خاصة. مثلا إذا رميت على حي من أحياء الضاحية، هذه القنابل ستكون كفيلة بمحو هذا الحي وبتدميره، وليس مبنى واحد. لذلك الإسرائيلي يعتبر بأنه لا يمكن التراجع ولا لحظة، وهو أخذ بالقول بأن الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويك. لذلك ماذا يفعل الإسرائيلي؟ الإسرائيلي يوميا يضرب في كل لبنان، يحاول أن يغتال أي من الشخصيات الموجودة على داتة أو قائمة الاغتيال، يعمل لفصل المناطق. وأنا سأقول وقلتها، سيفصل لبنان عن سوريا أكيدا، سيفصل لبنان عن سوريا، سيضرب نعم بالحديث، سيضرب طبعا المصنع، وسيذهب أيضا إلى الشمال، سيضرب أيضا أغلب الجسور سواء داخل بيروت خارج بيروت، في المنطقة الجبلية، في منطقة الجنوب، سيقطع أوصال المنطقة، سيمنع بعد فترة أي دخول أي من السفن، أي لا يوجد هناك بعد غذاء ولا دواء ولا تواصل مع العالم الخارجي. وأيضا سيضرب مدرج مطار بيروت، ولن يسمح لأي طائرة أن تدخل أو أن تهبط في بيروت إلا بإذنه. نقطة مهمة، من يظن أن الجيش الإسرائيلي سوف يتراجع ولن يكمل، أنا قلت أنه تعلم بأن الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويك، فهو سوف يبقى ويستمر لأنه متخذ القرار وهناك إرادة. يضرب في حزب الله ويغتال في حزب الله ويقصف أماكنهم ومخازنهم ويغتال القيادات ويقطع المناطق ويكتم ويخنق الأنفاس حتى يستطيع أن يتحكم بكل تنظيم حزب الله وينهي وجوده السياسي ويخضع حزب الله. حتى لو بقيت بيروت والأماكن المتواجد فيها حزب الله، حتى لو بقيت أشهر، سيطبق عليهم ويكون الحصار مع الأسف على كل اللبنانيين. هذه الحقيقة السوداء من جهة، ولكن هذه النهاية بالنسبة لكل تنظيم لديه أسلحة ويتحكم في لبنان. أنا أقول بأن جيم أوفر، وفي الفارسي انتهت اللعبة. صدقوا يا لبنان، وسوف للأسف سنكون معكم يوما بيوم، ساعة بساعة، ونحن إلى جانبكم ولن نترككم أبدا ولن نتخلى عنكم. ولكن لدينا مخاض دم علينا أن نتحمله، علينا أن نصبر عليه، على المأساة والآلام، ونسأل الله الفرج والحفظ للبنان ولكل لبنان.